اسمع ابو اديب، اسمع. هل النبي صلى الله عليه واله وسلم فسر القرآن بتمامه للصحابة ام لا؟ جاوبني جواب علمي وبهدوء، تفضل. طيب حلو، الآن سؤالك بتفسير القرآن ولا سؤالك برازية الخميس؟ النبي لم يفسر كل القرآن. نعم. جميل جميل، لم يفسر كل القرآن. لماذا لم يفسر كل القرآن؟ أحسنت. إذا جينا على مباني الشيعة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام من يفهم القرآن هو المعصوم. هل عندك معصوم فسر كل القرآن؟ عندك 12 معصوم. شوف، مو اقول لك اسمع، مو اقول لك انت مسودن مع احترامي لشخصك. تدري ليش اسمع، جرب انت اسمع اعطيك، اسمع جرب الان. خلص انا مسألتي اترك على الصفحه. جرب انت اسالني، تفضل. هل عندك من 12 معصوم ومن النبي عندك، هل عندك تفسير القرآن؟ لا. فسروا آل البيت؟ لا. شو تطلب مني معناته؟ اذا شيء جرب اسالني حتى اعلمك طريقه الحوار. اسمع باي مساله حتى اعلمك. يا رجل اسمع، انت من تحكي انا اسمعك، وانا من احكي انت اسمعني. لا نصير يعني شو اسمه، خلينا نصير عقلاء. انت اسال اي موضوع الان، اسالني وشوف شلون اجاوبك باي طريقه. شوف حتى تعرف طريقه الحوار. تفضل اسال باي شيء، تفضل. باي موضوع اسال. نص الموضوع حاج وعد دخلت في نفس الموضوع. طيب خلينا برازية الخميس. انت حطيت نظريه حاج اسد الغالي، حطيت انت نظريه، قلت النبي عليه الصلاه والسلام هدد عمر النبي ولم يقبل هذا الكتاب، وهذا الكلام خرج منك. تريد اطلع لك؟ قلت ان النبي انا ناكر الكلام، ما ناكر الكلام. تفضل. احسنت. بالله عليك تقبل انه عمر بن الخطاب يعني هدد النبي بعظمته وهو معصوم وكل شيء كان معه من الوحي؟ يعني عمر الوحيد تريد توجه توجيه الناس انه عمر هو وقف ضد هاي الرسالة الإلهية، وقف ضد الوحي، وقف ضد الله، لأن النبي هو بعون الله، وعمر كلامه اللي مشي وكلام النبي ما يمشي. بالله عليك هاي النظرية انت مين تريد تمشيها؟ يعني اذا مشوها الشيعة، ما اعرف الشيعة كل ما يسمعون بالحسينيات اللهم صل على محمد وآل محمد، نحن يمشي علينا هذا الكلام. بالله عليك عمر، هذا الذكر اسمع عمر، هذا الذكر هذا الذكر ليس له نظير في القرآن. الله عز وجل يقول لعباده، اسمع الليلة جمعة، اسمع خلاص أنا سمعتك، اسمعني الآن، اسمعني. الله عز وجل يقول لعباده أيها المؤمنون أنا فعلت هذا فافعلوا مثلي. ماكو في القرآن أي شيء شبيه لهذا. هذا المقدار في هذه القضية يجعل الإنسان يذهب إلى عالم كبير. الله عز وجل بعظمته وجلاله يقول لعباده المؤمنين يا مؤمنون، أنا أصلا ما بدأ معهم يا مؤمنون، أنا فعلت هذا وملائكتي تفعل هذا فافعلوا هذا أيها المؤمنون. لا يوجد في القرآن شبيه لهذا. وهذه اللي تقول أنت في الحسينيات، نحن مو بس في الحسينيات، أكثر ذكر على لسان نحن الشيعة، أنا أقول لك يا صراحة، أكثر ذكر على لسان الشيعة اللهم صل على محمد وآل محمد. أكثر ذكر أينما كنا ندخل للبيوت نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. في الصلاة في الركوع نصلي على محمد وآل محمد، في السجود نصلي على محمد وآل محمد، حتى لو كنا في الصلاة وسمعنا اسم محمد نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. أينما نذهب أكثر ذكر عندنا هو هذا الذكر. عندك اعتراض؟ أنا ما عندي إشكال. الحسينيات كلها صلوات، هذا الشرف، هذا الشرف أنتم حرمتم منه. هذا اسمع تقول لي الحسينيات، أنت إلى الآن ما تدري شنو الحسينيات، إلى الآن ما تعرفون أنتم شنو الحسينيات.
هذا شرف أن الحسينيات فيها شنو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ما فيها تكفير، ما فيها إقصاء، ما فيها شحن مسلم على مسلم، ما فيها ترهات، ما فيها والله الله نزل من السماء وصعد ما أدري وين، بها اللهم صل على محمد وآل محمد. على هذا تشوف تشاهد ماذا موجود بالحسينيات يا رجل بالله. شنو ابو اديب، سؤال ابو اديب، روح شوف شو ابعث لك الفيديوهات اورجيك ماذا يحصل بالحسينيات. ابو اديب ملطم ولعن لو سمحت. عندكم السيده فاطمه الزهراء تدخل داخل الحسينيات. شوف انا ما اريد الكلام يتحول الى مهاترات. اسمع 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 لا تحاكم الناس. اسمع الخميس. اسمع اللطم اذا ما عاجبك فهذا شأنك. تعال للشيعة انفسهم، انتم شوفوا فد مغالطة كبيرة عندكم، مغالطة كبيرة. انتم تحاكمون الاخرين بمنهجكم انتم، كأنه انتم شعب الله المختار، كأنه انتم الحق المطلق. هذه سالفة حطها يعني انتبه له. تعال للشيعة اسألهم، قل لهم اللطم عندكم عمل مذموم لو ممدوح؟ يقولوا لك ممدوح. اذا ما خالفوا قواعدهم، عندهم قواعد. اللطم اذا ما عاجبك لا تلطم حبيبي، روح ارقص، روح غني، انت براحتك، احنا نلطم. هذه تريد تفهم شنو فلسفة اللطم؟ تعال اسأل ونعلمك اياها. عندنا بعد شنو قلت اللعن عبادة. اللعن عبادة ايها الناس. اللعن خلق من اخلاق الله وخلق من اخلاق القرآن. اللعن دعاء، انت تطلب من الله ان يبعد من لا يستحق عن الرحمة. انت دعاء، ليس الدعاء مخ العبادة. ما هو اللعن؟ اللعن اللهم اطرد فلان عن رحمتك، لأن فلان عاث في الأرض فسادا، ولأن فلان أضل الناس، فأنا حتى أأكد موقفي أمام الله وأقول أني مو مع هذا الإنسان المنحرف، ماذا أفعل؟ أتبرأ من فعله. كيف أتبرأ؟ اللهم لعنه. هذه طريقة البراءة مالتي. أنت وين تفهم؟ هذا اللعن من أفضل العبادات. إذا أنت إلى الآن ما فاهم الفرق بين اللعن والسب. رسول الله لعن، والله لعن، والأنبياء لعنوا، والمؤمنون يلعنون، والصحابة لعنوا، وعائشة لعنت عمر بن العاص، وما شاء الله. خليني ساكت. أنتم ما فاهمين الدين إلى الآن، ما فاهمين شيء. حاطين لكم ثقافة ما أدري من جايبينها وقايلين هو هذا الدين. هذا خطأ يا صاحبي. اللعن من أفضل العبادات، غاية الأمر أن تلعن من يستحق. إذا أنتم حضراتكم تخافون أن تلعنوا إبليس ما تقولوا عنه لعنة الله، عايشين هذا الاهتزاز. اللعن. هذه الحسينيات هي اللي أنشأت هذه الأجيال. شوف الآن الشباب الشيعي من الحسينيات هذه. أنتم تتمنون أن يكون عندكم مثل الحسينيات، ولكنكم لا تقدرون. أنا أعرف، أنا أدري، لأنه أنتم ما عندكم مكان تتواصلون به المجتمعات مثل الحسينيات.